هل انا سبب الالم اللي عندي او الانتفاخ اللي عندي والغازات اللي عندي هل هو الخضار ده ولا لا؟ وعلى فكره في دكاتره كتير بتنصح الناس اللي عندهم امساك ان هو يروح ياكل خضار، وللاسف الامساك بيبقى اسوأ واسوأ، او بيبقى حد عنده مشاكل في المعده ومغص وكده، الناس يقولوا انت بتاكلش خضار كفايه، سواء كان بقى فلفل ولا خس ولا جرجير ولا سبانخ. الكلام ده مش صحيح، لان انا ببساطه انا جزء من التجربه دي. انا كان لما اكل خضار كان يجي لي انتفاخ غير طبيعي، ولما وقفت الخضار تمام معدتي ارتاحت راحه غير طبيعيه. وده ناس كتير نصحتهم بنفس الكلام، اللي بيبقى عنده IBS وكرونز وهكذا، بتبقى الاعراض اساسها ممكن تكون من الخضار والشخص مش واخد باله. طبعا في انواع معينه من الخضار الافكت بتاعها في الحته دي مختلف، يعني مثلا البطاطس والبطاطا الافكت بتاعها اقل شويه، ولكن لسه ممكن يكون فيها لاكتنز. اللاكتنز دي هي لان النبات عنده نظام دفاعي، فالنظام الدفاعي ده زي بيخرج سموم، النبات بتخرج سموم عشان تدافع عن نفسها، حاجه حيه عاوزه تعيش برضه، عاوزه تحمي نفسها من الحيوانات او اي حد يهاجمها، فمعناها مش كل حاجه موجوده تتاكل.